أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بكل الخير. من ملاعب دريم كان لنا حوار مع المدير الفني للكرة الخماسية لفريق كرة القدم بفندق شيراتون القاهرة الكابتن سمير سلامة، حيث تقام بطولة ستار وود وفنادقها بمصر بكرة القدم ل 2014. بداية دعني أحييك وأحيي فريقك على هذا الأداء الرائع. كلمني عن ظروف هذه البطولة والفرق التي قابلتها ونتائجك مع كابتن سمير لو سمحت. والله الحمد لله رب العالمين. البطولة دي كانت غالية جدا 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 لأنها البطولة الثالثة على التوالي. خدنا احنا 2011 و2013 وربنا كرمنا اهو ب 2014. والله كان يوم جميل جدا جدا جدا. كان الواحد حاسس ان هو في استاد القاهرة مش في ملعب دريم. والناس الجميلة دي اللي معانا، الناس الجمهور، أسرة شيراتون الجميلة دي كلها. يعني انا بشكر، مش عارف اشكر مين ولا مين ولا ابوس مين ولا مين. انا عايز ابوس الناس كلها والله. طب يا كوتش سمير، انت قابلت مين؟ اعتقد في اليوم الاول قابلت ميريديان المطار وفزت عليه 8-3، أيوة وقابلت ميريديان هليوبلس وفزت عليه 4-2، والنهارده حضرتك قابلت الهرم، ميريديان الهرم، وفزت عليه في النهائي 4-0. ماذا تعني البطولة لنا هذا العام؟ لا، ده البطولة دي ليها طعم كبير، ويعني مش عايز اقول لك البطولة دي ليها طعم خاص والله. لان يعني احنا لسه قافلين والدنيا كلها دي قافلة، والروح دي لاقيها في اسرة شيراتون. ده حاجة كبيرة قوي قوي. ربنا يكرمنا يا رب، والسنة الجاية كده يكون على الافتتاح ويكون الناس شغالة وناخد الكاس الجميل ده. هيبقى احساس رائع وحاجة تانية، ويكون في وجودك برضه يا مستر كامل، والنقابة الجميلة اللي مساندانا دي، والإدارة الجميلة ومدام داليا دي، والناس الجميله مستر سامح، والناس بتوع الكافيتيريا الجمال، الناس اللي قدموا الناس فطار جميل قوي على النيل كده كانهم قاعدين في قلب النيل. وده كله بيدي طبعا. ودكتور احمد ندى الراجل اللي الله يخليه، النهارده هو فاز باحسن لاعب، وهو يستحق ذلك لان هو حضرتك كنا بنلاحظ انه بيعالج الخصم. تمام. طب قول لي حضرتك، فريق بتعده منذ عام للبطوله، كيف يتم هذا وكيف توفر احتياجات الفريق اللوجستيه انجاز هذا التعبير؟ والله يا مستر كامل، انا يعني بشكر الاداره الجميله دي والنقابه برضو الجميله اللي هي ما بتبخلش على الفرقه باي حاجه، وطول السنه في اي تمرين في اي حاجه بتبقى موجوده، لبس موجود. يعني ما بتبخلش على الفرقه باي حاجه، بدعم معنوي ودعم مادي وكل حاجه. فانا بشكر الاداره الجميله دي والله، الممثله في المدام داليا عابدين، والاداره الممثله في مستر كامل هابيل اللي تعب معانا جدا. وبرضه بشكر كل الدنيا الجميله دي والمطبخ ومستر احمد ندى والناس الجميله اللي جم حضروا دول معانا دول، ومحمد اسماعيل الجميل ده برضه من مصر النقابه، والدنيا الحلوه الجميله واسره شيراتون كلها. كلمه توجهها لفريقك ولاداره الفندق والموظف الفندق ونقابه الفندق. طبعا انت قلت الكلام ده، يعني السؤال ده لاحقا رساله لكل من عددك في هذا الامر وكان عامل قوه لتحقيق الانتصارات. إدارة الموارد البشرية بقيادة الأستاذة داليا عابدين ومساعدوها. طبعا والله يا مستر كامل، انت جيت على ناس ودنيا وناس جميله قوي قوي قوي. يعني مدام داليا عابدين دي والله ما قصرت معانا خالص. كل حاجه كنت بتطلبها الفرقه في اي حاجه، اي حاجه كانت الفرقه كنت بتتواجد. وبرده النقابه الجميله دي برده في وجودها ومساندتنا معانا. والدكتور برده اللي كان بعت لنا مستر احمد ندى اللي كان معانا ومشرفنا وكان مقوينا جدا. طيب حضرتك الكافيتيريا الجميله اللي هي راحت الناس واكلها الجميل اللي برده ساعد الناس، اللي يدي المجهود الجميل ده. والحلويات الحلوه بتاع الناس الجميله دي والمطبخ الجميل ده والله. طيب كاميرا لا والله الهدف الرابع يا ريس. كاميرا قلب الحدث وادارتها ودورها الاعلامي في تحقيق اهداف البطوله. ماذا تقول لكاميرا قلب الحدث اللي استحبت هذا الفريق وكانت عامل داعم ليه في مبارياته؟ انا لو قلت بقى كلام كتير مش عارف اقول ايه ولا ايه والله على المجهود الكبير قوي اللي كان ممثله فيه مستر كامل هابيل والناس الحلوه اللي معاه، لان كان بيدي دفعه معنويه كبيره جدا 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 للفريق. انا كنت حاسس الفريق ده بيلعب مش ملاعب دريم، لا ده في ملاعب استاد القاهره بالروح الحلوه الجميله دي والناس الجميله اللي. طيب حضرتك كل من وقف خلف الفريق ماذا تقول له؟ اقول له متشكرين جدا جدا، وعايز ابوس فردا والله العظيم 3، لان فعلا الكاس ده غالي علينا جدا جدا جدا. لان شيراتون القاهره ده مش فندق يا جماعه، ده بيتنا الكبير قوي اللي اتربينا فيه. الف شكر يا كابتن سمير. وفي نهايه الحوار اتقدم بالشكر والتقدير للكوتش سمير سلامه ومن النصر. مبروك البطوله، مع خالص تحياتي كامل هبير المدير الاعلامي للبطوله ورئيس تحرير قلب الحدث. والى اللقاء في السنوات القادمه بعون الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.